فكرة مصطفى أمين ومواقف أنيس منصور والأستاذ أحمد بهاء الدين وعميد رأي اسمها إيه؟ عميد رأي، اسمه عمود رأي، على افتتاحية هيكل في الأهرام، على افتتاحية امال دي اسمها إيه؟ على التعليق في الأنباء في الإذاعة، امال ده اسمه إيه؟ كل ده رأي. على زمان بقى هجيب لأبو أديم لأنه جيلكم ما يعرفش، حين الأكبر يعرف، حديث الصباح بقى للشيخ الشرباصي ولطه حسين وللعقاد، وده ايه؟ رأي. محاضرة في الإذاعة يلقيها الدكتور فلان، ده ايه ده؟ ده رأي. لا حول الله. إذا لازم تفصل ما بين الأخبار والمعلومات وبين الرأي. فالمذيعين يقولوا رأيهم، يقولوا رأيهم لأنه ده نوع من أنواع الصحافة الطبيعية البديهية اللي لازم يقولوا رأيهم. الرأي بقى أصله مش ناضج، أصله مش ذكي، أصله غوغائي، أصله مش حلو، أصله ما لناش دعوة بالموضوع، ما لناش في إيه؟ في حق نقول رأيه، بعدين بقى هنناقش المحتوى في وقت آخر، بكرة بعد بكرة بعد بعده، ربنا يسهل. إنما أيوه من حقه يقول رأيه. زي افتتاحية الجورنال، زي افتتاحية المجلة، يطلع يقول افتتاحية. اللي أنا بعمله ده، اللي أنا بقوله ده، كل المقدمة اللي بقولها دي طول الوقت دي ايه؟ دي تحليل وتعليق. لما بقول خبر بقرا الخبر، لو قدمت تقرير بقدم التقرير، انما انا اعمل تحليل وتعليق. في بقى ناس تعمل التحليل والتعليق ومزوداها، في ناس تعمل التحليل والتعليق حلو، يعني وحش، اصله ينفعله، اصله ده موضوع تاني برضه، ده كلام في الاداء مش في الحق. ده كلام في الاداء مش في الحق. هتقول لي في ناس المفروض يعني ما بتعرفش تقول اراء فيه، بس انت مالك برضه، هنعمل ايه؟ حقه ولا مش حقه؟ بيعملوا حلو او وحش، بيقول كلام صح او غلط، ده موضوع تالي. انا بعيشكم دلوقتي اصل المذيعين بيقولوا ارائهم، يقولوا ارائهم، يقولوا ارائهم، ده حق اعلامي مشروع ومؤكد وموجود من قديم الازل. انما ايه رايه بقى؟ ده موضوع تاني. ازاي بيقولوا؟ هل مبني على حقائق ومعلومات؟ هل بيقولوا متجاوزا حدود الادب واللياقه، او بيقولوا ملتزما بالقانون وبالاعراف والقواعد؟ ده موضوع تاني خالص نناقشه بقى بعدين. خلينا نناقش موضوع اكثر دلوقتي بعد الفاصل. عايز اقول لكم ان مصر فيه 40% اميه في المدارس. يعني اميه في المدارس؟ ايوه اميه يا جماعه، مش الاميه دي اللي هي بره المدارس، لا لا لا، في 40% اميه في المدارس. مش تقول الازاز بس اتكسر، حاجات كتير قوي اتكسرت. هل يمكن ان تزيد